في عهد المولى إسماعيل بدأت سلسلة من الاعتداءات المغربية على الحدود الجزائرية، مثل مهاجمة هذا الأخير لمنطقتي قرارة وتوات، والتي انتهت بفراره ومقتل وزيره الرامي. لم يهضم إسماعيل طعم الهزيمة، فقام بالتحضير لاعتداء آخر، وكان هدفه الاستيلاء على تلمسان. لذلك عقد معاهدة خطيرة مع ملك فرنسا لويس الرابع عشر من أجل تعزيز موقفه تجاه الجزائر، وذلك سنة 1682. وهنا لا بد أن نذكر أن سبب هذه المعاهدة هو أن لويس الرابع عشر قد أرسل حملة تأديبية للمغرب، وأرغم إسماعيل العلوي على الإذعان للسلام مع فرنسا، وقد مهد ذلك لاتفاقية سان جيرمان. وعلى الرغم من إشارة المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي في كتابه التاريخ الدبلوماسي للمغرب إلى هذه المعاهدة، فإنه تجاهل ذكر بنودها لأنها وصمة عار وشيء يستحى من ذكره، وإلا فإن الأجدر بكتابه أن يحمل عنوان تاريخ الخيانة والذل الدبلوماسية المغربية. هذه المعاهدة لا تزال إلى الآن محفوظة في الأرشيف الفرنسي، وتم طبعها بالفرنسية في كتاب وثائق غير منشورة، وأشار إليها المؤرخ المغربي محمد الأزمي في كتاب العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المغرب وفرنسا. وإليك ما جاء في البند الخامس منها. يدافع المغرب عن السفن التجارية الفرنسية بعرض المياه المغربية، ويحميها إذا تعرضت لاعتداء الجزائريين والتونسيين أو أي عدو من موانئ إفريقية. والشيء نفسه ستقوم به فرنسا تجاه المغرب في الدفاع عن السفن التجارية المغربية. فأي خزي وعار يحمله هذا البند، وأي خيانة. وعلى إثر هذه المعاهدة بدأ إسماعيل العلوي هجومه على بني زناس رعايا الجزائر سنة 1682، غير أن الجيش الجزائري أعادهم إلى ديارهم مهزومين. ثم قام إسماعيل بحملة أخرى على تلمسان، واستولى على أطراف المدينة دون قصبتها. وفي الوقت نفسه قام الأسطول الفرنسي بحملة على الجزائر. فيا عجبا من سلطان يدعي النسب الشريف يتحالف مع الكفار ضد المسلمين ويعتدي على جيرانه المجاهدين، فلعنة الله على الخونة إلى يوم الدين.